شوفوا اخواني، احنا عندنا مرات بعلاقاتنا الاجتماعية على سليقتنا، على براءتنا، على طينتنا، على سلامتنا ويانا، نحكي لنا حكايات ويا المقابل، بس هي ثق بالله ترى سهم بقلبه. وايد دقق انت. يعني مثلا فد واحد ما عنده ذرية او وحدة ما عندها ذرية، انت وين ما تشوفه تقول له ها ما صار عندك شيء؟ ماكو داعي ابدا ابدا، ماكو داعي. فد مرأة ما عندها ذرية، يمتى ما لاقنها ما صار عندك شيء، هاي خطية هذه. لا تسأل هيك سؤال، انت لا تسأل هيك سؤال، انت ابتعد عن الاشياء اللي اذا طرحتها على الاخر ممكن شنو، ممكن يضوج يعني. لا تسأله. اقول لك شنو ما صار عندك شيء، شو عجب كان ما تتزوج، كان ما ادري شنو، شو تاخرت، ادري انت تاخرت، انت شنو ابو الخده جت، انت شنو، انت شو عليك تاخر، انت مدخل روحك بايلوسه شنو. اكو اسئله غلط بحياتنا الاجتماعيه، غلط. اكو اسئله بحياتنا الاجتماعيه ابتعد عنها. انت خلي بذهنك هاي الحكايه اذا سولفتها قدام هذا، اذا قلبه شويه ينجرح ولو 1% ما اسئله. انا ادري بيه هو مو زين بالسادس، شلونك بالسادس؟ شو علي؟ لا اكو اقوى من هاي. خلاها تروح تزور لك مريض، هسه هو غير مريض، هاي ايش قد مطينك دواء، هذا شنو، هذا ايش قد شنو انت بالموضوع شنو، هاي شنو، هاي ايش قد مطيك ادويه هذا، وهذا اما اذا كان فد واحد اختصاص هذا ترى بيه اضرار جانبيه وهذا مو زين، هاي شنو راح تموته. راعي بحياتك الاجتماعيه، راعي الاخر. ما عنده ذريه، والله اكو ناس من شده ادبهم ما يطلع ابنه المكان، يدري فد واحد راح يجي ما عنده اولاد، ما يطلع اولاده، ما ينشر صوره اولاده، يقول خاف واحد يقلب بالفيسبوك وما عنده ذريه ويشوف صوره الاطفال وينجرح قلبه.